دايما تلاقي واحدة في العيلة كده تقولك لا لا لا، ده الفراخ بتاعت المحلات حاجة تانية خالص غير فراخ البيت. طب تعالي النهاردة هخليكي تتحديها بالفيديو ده وتطلعي معاكي فراخ البيت أحلى وأطعم من فراخ الكبابجي مليون مرة. طعم وريحة ولون وجمال، مفيش أحلى من كده. مش بس كده، ده انت هتعمليها عندك في فرن البوتاجاز العادي، والله، وهتطلع بالشكل ده. والتسوية حتة زبدة وطعم وتتبيلة من قلب المحلات. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. تعالي نشوف الفرخة بقى هنطلعها معانا ازاي بالشكل والجمال ولون الشوي الخطير جدا ده في فرن البوتاجاز. في البداية كده أنا معايا فرخة بيضة، هاتي أي وزن فرخة انتي حباها، مفيش أي مشكلة، كبيرة صغيرة اعمليها بنفس الطريقة. الفراخ بتاعتي دي فتحاها من الظهر كده، من السلسلة بتاعة الظهر زي الكتاب. وهبدأ بقى ان انا اجيب سكينة واعمل لها فتحات كويس جدا، والفتحات دي بعملها من الظهر كده من جوه عند لحم الفراخ، مش بعملها من الجلد علشان ما بوظش شكلها. والاهم بقى من الكلام ده كله يا جماعة هو تنظيف وغسيل الفرخة. متنضفة كويس جدا ومغسولة ومعمول لها محلول نقع كده، عبارة عن مية ودقيق وملح وليمون وخل، ونقعتها حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده شطفتها وصفيتها كويس وعملت لها بقى الفتحات دي علشان التتبيلة تدخل جوه لحم الفراخ. تعالوا بقى نحضر تتبيلة المطاعم. في الكبة أو في الخلاط حطيت معايا على الفرخة الواحدة حباية واحدة من الطماطم، حباية من الفلفل الأخضر، وممكن فلفل حامي لو انت عايزة، فصين كده من الثوم، وأحط كمان حباية متوسطة من البصل. وأبدأ دلوقتي إن أنا أحط معايا الصوصات. معايا هنا صوص باربيكيو، حطي منه معلقة كده كبيرة. طيب لو مش متوفر ضيفي معلقة كبيرة من الكاتشب أو معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. كل ده هيديلنا لون حلو قوي للفراخ بتاعتنا أثناء التسوية. لو متوفر عندك بقى دبس رمان ضيفي معلقة كبيرة. لو متوفر صويا صوص ضيفي معلقة كبيرة، حاجة واحدة من الاتنين. متوفر عندي صويا صوص هبدأ ان انا احط منها معلقة كبيرة، بتديني لون شوي برضو ولون بني كده حلو جدا بعد التسوية. تعالوا بقى نضيف دلوقتي حوالي معلقتين كده 3 كبار من الخل، وكمان معلقتين 3 كبار من الزيت. الزيت بيطري لحم الفراخ وبيخليه مزبت كده، وبيكون ليها لمعة حلوة قوي بعد التسوية. والخل طبعا بيفتت الأنسجة ويخليها تستوي معانا بسرعة. ضفت تقريبا ربع كوباية كده من الخل بمقدار 3 معالق كبار مليانين. وهبدأ دلوقتي ان انا اضرب كل ده مع بعض كويس جدا. مش بضيف ولا زبادي ولا حليب ولا عصير ليمون. عصير الليمون بيقلبها قوي لتتبيلة سمك، والزبادي والحليب تعالوا نوفرهم زي المحلات، اصل هما مش هيضيفوا لنا حليب وزبادي. وابدأ ان انا اضرب كل ده مع بعض كويس قوي، وانزل بيه على الفرخة اللي جاهزة عندي ومفتحاها كده من اللحم بتاعها، فهتتشرب معايا التتبيلة بطريقة سريعة جدا. وتعالوا نضيف التوابل. ربع معلقة صغيرة من الحبهان وورق اللوري المطحون، بيعلي التست كده والريحة جدا جدا. رشة من القرفة حوالي ربع معلقة صغيرة. نص معلقة صغيرة كده من البابريكا، لون بقى وطعم مش قادرة اوصفلك. هنضيف كمان فلفل اسود حوالي نص معلقة صغيرة. هحط كمان معايا دلوقتي الملح حوالي معلقة صغيرة كده ممسوحة من الملح. أنا بحب أضيف التوابل كده قدامي على الفرخة علشان أضيف التوابل حسب كمية كده الفراخ اللي قدامي أو أي لحوم بحب إن أنا أتبلها. هحط بقى رشة من الزعتر، عايزة أقول لكم بتفرق جدا في تتبيلات الفراخ، بتديني ريحة ممتازة. وآخر حاجة معلقة صغيرة مليانة من توابل الفراخ أو ال7 بهارات أو أي تتبيلة مشاوي موجودة عندك. كده ضفنا كل حاجة. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اتبل وادعك الفرخه كويس جدا بالتوابل والخلطه اللي احنا عملناها كده في الكبه. بصوا يا جماعه، اعملوا لها زي مساج كده، ولو حابه ترفعي الجلد وتحطي من التتبيله حسب رغبتك وزي ما انت عايزه. اهم حاجه دلوقتي اهم من الشغل تظبيط الشغل. ما ينفعش تاخدي الفرخه كده وتروحي تشويها، يفضل جدا تعمليها قبلها بيوم وتبيتي الفرخه في التلاجة في التتبيله دي. طيب لو ما عندكيش وقت، 6 ساعات 4 ساعات، اقل حاجه كده ساعتين في التتبيله علشان تتبل ويبقى ليها طعم كده، وكمان ما تستويش معاكي في وقت طويل، تنجز كده معاكي في التسويه. تبلنا الفرخه بشكل حلو، هغطيها واحطها في التلاجة. وتعالوا بقى دلوقتي تاني يوم نشوف معانا هنسويها ازاي في فرن البوتاجاز وتكون بالشكل الخطير اللي شفتوه في اول الفيديو. انا عندي الصاجة السوداء دي كده يعتبر مستغنية عنها، فدايما بحطها عندي تحت تتبيلة الفراخ كده، او بحطها تحت الصاجة اللي بحط فيها الفراخ.
اي صينيه متوفره عندك، ولو مش عايزاها تتعبك في الغسيل حط لها ورقه فويل. هجيب بقى الشبكه اللي بتتقفل دي علشان نطلع الفراخ حلوه كده شبه بتاعه المحلات، لكن لو مش متوفره هقولك دلوقتي تعملي ايه. انا جبت الشبكه وبدات ان انا احط كده الفرخه على الشبكه دي وهقفل عليها. ده لو انتي هتعملي في الشبكه دي. طيب لو هتعملي في الفرن كده بدون الشبكه، هتاخدي الفرخه بتاعتك دي زي ما هي كده وتحطيها عندك على الشبكه بتاعه الفرن. يعني هتستبدلي الشبكه اللي بتتقفل دي بالشبكه بتاعه الفرن. هتحطي عليها الفرخه وتجيبي صينيه تحطي فيها باقي التتبيله اللي تبلنا بيها الفراخ، وكمان حوالي كوبايتين من الميه المغليه. دول هتحطيهم في الصينيه، والصينيه دي تكون موجوده عندك على الصاجه كده بتاعه الفرن، والفرخه فوقيها على طول. يعني انا هشيل الشبكه دي زي ما هي مقفوله واحطها معايا على شبكه الفرن الاساسيه، وتحتها على الصاجه الصينيه اللي فيها باقي التتبيله وكوبايتين الميه المغليه. وانتي ما عندكيش الشبكه، هاتي الفرخه حطيها على شبكه الفرن، ومقابل ليها الصينيه على الصاجه من تحت فيها باقي التتبيله وكوبايتين الميه المغليه. اتفقنا كده في النقطة دي. تعالوا بقى نشوف دلوقتي التسوية. أنا بحط الفرخة عندي على فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط بشوية. بشغل الفرن عندي من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها هتوزع معاكي الحرارة وتدي لون حلو للفراخ جدا. بعد حوالي ساعة كده هاتي سكينة عود شيش طاووق أي حاجة، اختبري كده الفرخة من الورك ومن الصدر. لقيت الفرخة مش بتطلع سوائل ولا مية ولا أي حاجة كده منها، والعود بتاع الشيش طاووق بيدخل ويخرج بسهولة، يبقى كده الفرخة استوت عندك. لقيتيها لسه محتاجة تاخد لون أكتر، افتحي لها الشواية من فوق تاخد معاكي لون من فوق، هتكون خطيرة جدا. طلعيها بقى، حابة ان انتي تدخنيها بفحماية حسب رغبتك. الفرخة دي قعدت بالظبط معايا ساعة كده وربع في الفرن، وكانت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك. قطعة زبدة كده، بصوا يا جماعة بتتقطع ازاي باللمس، خطيرة جدا. وتعالوا بقى نشوف دلوقتي اللحم بتاعها والتتبيلة كده اللي داخلة جوه اللحم بتاعها، وظهرها عامل ازاي، مش مشوية من جنب ومن الجنب التاني كده، تحسوها ان هي مسلوقة خالص، شوي كده من الجنبين زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. والريحة بتاعتها اللهم بارك. انا لما بكون عاملة فراخ مشوية وعندي ضيوف بيكونوا عارفين ان انا عاملاها من ريحتها اللي بتكون قلب الدنيا. اقطعي بقى الفراخ كده وشوفي الفص الابيض، الزبدة والنظافة والطعامة اللي لا يمكن تاخديها كده من المحلات من بره. بصي كده كمان ما شاء الله الصدر رهيب. جربوا الفراخ بالطريقة دي ومتأكدة ان هي تعجبكم، ومستحيل تغيروا الطريقة تاني. اتمنى الفيديو ان شاء الله حبايبي يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروا معايا فيديوهات كتيرة جدا جدا الفترة اللي جاية، وتجهيزات بقى ومنيوهات رمضان، ونبدأ في الشغل الحلو مع بعض. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.